الناس اللي تقعد تقول لك سرك في بير سرك في بير دي، ما تعرفش يا اخي البير بتاعهم فين دول. حاطينه في الشارع والناس كلها قاعده تشرب منه. الحكايه دي ما بتحصلش غير مع البنات والستات. ما هم الرطرطه كلها والعجن كله منهم هم. يبقوا قاعدين مع بعضيهم وزي الفل. بيقول لي يا اخت بص انا هحكي لك على موضوع، بس ما تجيبيش سيره لحد. اول ما تقول لها ما تجيبيش سيره لحد، تبدا هي تسجل اخوها عشان تنشر. ما تعرفش ليه؟ طيب يعني انا بقول لك على سر تروح تقولي للناس كلها عليه، اجي الاقيك معلقه يافطه على الشارع من بره. ده بالنسبه ليه؟ للشارع والجيران. طب تعالى كده ايه في الشغل عندك انت؟ اذا كنت موظف اخويا كده وروح الشغل مثلا اقعد مع واحد صاحبك، هنفطر مع بعضينا ونشرب كوبايه الشاي، واجي اقول له ايه تعالى احكي لك على حاجه، بس اهم حاجه ما تقولش لحد. اول ما تقول له كده يقول لك سرك في بير، عيب عليك. انا عمري ما اقول الكلام ده لحد. يا صاحبي احكي، تحكي معاه مفيش يا اخي 10 دقايق يا اخي وتنزل تلاقي الدنيا كلها عارفه. ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ عملت لك ايه انا؟ ده انا بقول لك ما تقولش لحد. هو انا قلت لك قول للناس؟ انا مش عارف انت رحت ليه حكيت والناس كلها عرفت القصه يا اخويا في ثواني. واجي اسال اقول له انت رحت حكيت لحد يا ابني؟ يقول له اه عيب عليك. وانا احكي برضه حاجه انت قلتها لي؟ عيب يا صاحبي، انا عمري ما احكي لحد يا ابني. ده ما فيش غير انا وانت اللي قاعدين نحكي، ما فيش حد كان معانا. وانا اروح احكي انا يعني؟ مش كنا قاعدين يا اخوانا وانت دلوقتي ما فيش حد عرف؟ كانت واحده برضه وزميلتها يقعدوا يحكوا مع بعضيهم، ما فيش 5 دقايق وتلاقيها راحت قالت لاصحابها طب انا هقول لكم على حاجه بس ما تقولوش لحد. ده يفضل يقول لي ده ما تقولش لحد وده ما تقولش لحد لغايه لما الجمهوريه كلها تعرف. كل واحد يقول للتاني ما تقولش لحد. ما تقوليش انت بقى الدنيا اتغيرت. دنيتي اللي اتغير؟ الدنيا دي عباره عن شوارع، مباني، بيوت، مستشفيات. ادي الدنيا. مين اللي بيتغير؟ البني ادم اخويا. البني ادم اللي بيتغير. انت عندك سر خليه جوه نفسك، عندك مشكله حلها مع نفسك. مش لازم انت تروح تحكي لاصحابك وزمايلك والكلام ده كله. انا عايز اقول لك كمان ما تحكيش لاخواتك، خلي كل حاجه بينك وبين نفسك. واللي يقول لك سرك في بير قول له ما انا عارف ان البير ايه بيشرب منه كتير، ابعتها له.